السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. فيديو النهاردة فيديو مهم جدا جدا، عايز كل واحد بيشوفنا دلوقتي يركز في الفيديو بتاع النهاردة. فيديو النهاردة ان شاء الله هنقدم فيه خطوة مهمة جدا في شرح تركيب المطبخ الرخام والجرانيت. والحاجة المهمة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة ديت الغطا الفرنطولة بتاع المطبخ، الجزء اللي هو اعلى المطبخ اللي احنا شايفينه ده، اللي هو راكب فوق المربعات. شوف دلوقتي ازاي احنا بنطلعه بطريقة سهلة جدا وبطريقة منسقة، وفي نفس الوقت ما تهدرش معانا في الرخام. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا كده بنعلم السطح بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين كده احمد بيعلم في التخانة. طبعا بعد ما بناخد الجزء بتاع الدوران او الشكل الدوران اللي احنا عايزينه حسب التصميم بتاعك، دوران ضيق دوران واسع ايا كان، بتبدأ تعلم ال5 سنتي بالمتر وبالقلم او باي حاجة زي ما انت عاوز، يعني الحاجة اللي هتريحك اشتغل بيها. عايز تعلم بالمتر مفيش مشكلة، عايز تجيب غلاء 5 سنتي وتعلم بيها مفيش مشكلة، عايز تعلم بايدك برضو مفيش مشكلة. اهم حاجة انك انت تاخد نفس الشكل الدوران اللي هو موجود ده. ديت طبعا زي ما وضحت لكم قبل كده في فيديوهات كتيرة ان الفرنطولة ديت عشان تعملها دوران، يعني بتجيبها من بتجيبها من 60 سنتي ل 70 سنتي. طبعا 70 سنتي ده لو احنا حبينا نعمل فيها سبوتات وفي زاوية وكده فاحنا بنجيبها 70 سنتي وما بيكونش فيه تقدير نهائي. وطبعا زي ما انتم شايفين بتبدأ تلف الشكل بتاعنا كله. طبعا احمد هنا راصص الثلاث جناب كأنهم راكبين زي ما حضراتكم شايفين في الشكل كده، وبدأ ان هو بعد ما اخد الدوران بتاعه بالشكل اللي هو عايزه. طبعا في دوران واسع، دوران ضيق، دوران مفتوح، دوران مقفول. طبعا الاشكال بتكون كتيرة جدا والرسومات بتكون كتيرة جدا حسب الشكل اللي انت ترتاح له، وتبدأ انك انت تقطع الدوران بتاعنا. طبعا ده المطبخ بتاعنا اهو زي ما حضراتكم شايفين 3 جناب اللي هم مرسومين قدامكم دولت ومعمولين. طبعا ده الغطاء اللي هو الفرنطولة اللي هتحط فوق زي ما حضراتكم شايفين. الفرنطولة طبعا ما بنحفرش ليها غير الجزء اللي هو العرض بس. طبعا بتقلقش بعد كده ان هي تقع او حاجة، لا بتكون شديدة جدا وجامدة جدا ومستحيل ان هي تخرج. طبعا ال2 سم دولت طالعين زياده كده لان هم يدخلوا في الحيطه. ال2 سم اللي انا كنت بشاور عليهم حاليا دلوقتي دولت اللي هم زياده بره الرسمه عشان يدخلوا في الحيطه. اما لو انت واخد الرسمه من عليها تيجي تدخلهم في الحيطه هتبقى الرسمه خلفت معك. فدي برضو نقطه مهمه جدا لازم نركز فيها. دلوقتي كده مرحله القص اللي هي التخانه ديت. طبعا التخانه ديت مفروض ان في حد يمسكها عشان ما تقعش تتكسر وانت بتقص، لان هي بيكون عرضها 5 سنتي بيكون ضعيفة جدا. فلازم نخلي بالنا جدا واحنا بنقص. وطبعا العلام لازم نحترم العلام جدا عشان التخانة تقفل معانا الفرنطولة وتكون يعني مفيش طالع او داخل وتحصل تعجيز بعد كده. بتبدأ تقص. طبعا هو احمد هنا راصص ال3 قطع جنب بعض كأنهم راكبين عشان يخلي مفيش واحدة تسبق عن التانية، يعني مفيش واحدة تكبر عن التانية او تصغر عن اللي جنبها. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بدأ ياخد على العلام وبعد كده بيبدأ يقطع. طبعا زي ما انتوا شايفين ده رخام منيا فص. طبعا بيكون سعره مناسب جدا في المطابخ. يعني لو انت هتركب مطبخ يعني بنقترح عليك انت ورأيك يعني انت لو عاوز تعمل المطبخ كله جرانيت مفيش مشكلة، لكن لو عملته كله جرانيت اذا كان مصري او مستورد فهيعمل مبلغ كبير على العميل. فاحنا بنقترح عليه الحاجات اللي هي ما بيكونش عليها شغل كتير زي الرفوف والقوايم والفرنطولة والحاجات دي كلها بنعملها احنا من الرخام المنيا فص. طبعا المنيا فص ده احسن رخام بالنسبة للجودة، وفي نفس الوقت سعره مرتاح عن اي نوع رخام تاني. يعني في الرخام كتير، انواع رخام كتيرة جدا جدا جدا. يعني يعني عايز اقول لكم انواع كتيرة لا تحصى اذا كان مصري او مستورد. وطبعا كل نوع خامته بتفرق عن التانية وسعره بيفرق عن التاني. يعني ممكن تلقى نوع رخام ضعيف جدا وتلقى سعره غالي،
ممكن تلقى نوع رخام رخيص وسعر جودته كويسة وسعره يعني رخيص. فاحنا طبعا بنشتغل بالمينيا فص او ممكن نشتغل بصني فص. طبعا الجلالة بيكون سعرها عالي جدا، يعني سعرها يكون بالنسبة للتوريد والتركيب هيكون سعرها قريب من الجرانيت. فاحنا بنفضل اللي هو المينيا فص عشان بيكون سعره كويس وجودته حلوة. يعني ده رخام شديد، عرقه كده شديد، يعني ماسك نفسه، الحصوية بتاعته بتبقى حلوة، لونه بيبقى حلو برضو، شكله بيبقى كويس، وبيتحمل معانا بيشيل وما بينقرش بسرعة في المطابخ، عشان طبعا بيكون قوايم وحاجات كلها جوه العلب الألمونتان. لكن القرصة بتاعة المطبخ نفسها لازم دي تكون جرانيت. القرصة بتاعة المطبخ لازم تكون جرانيت. طب خليك انت مثلا او الديكور بتاع المطبخ بتاعك او الشكل اللي عندك طالب انه رخام يركب، ايوه يركب، مفيش اي مشكلة. يعني مش معنى كلامي ان انا بقول لكم القرصه تكون جرانيت ان القرصه برضو تركب جرانيت، لا. لو انت عايز تركب القرصه اي نوع رخام تاني يركب عادي، مفيش مشكله. اهم حاجه بس تكون جوده الخامه اللي هتركب عندك، لان طبعا في زي ما فيها خامه حلوه في خامه وحشه، فاحنا نخلي بالنا من انواع الخامات. وطبعا هوضح ان شاء الله في فيديو قريب هينزل هيوضح انواع الرخام. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بيبدأ يقص الجزء بتاع الدوران، وهنشوفها زي ما شفناها في المقدمة. بنبدأ بقى نركبها ونلزقها. بس انا حبيت ان انا اوضح لكم الفيديو ده في قص التخانة بتاعة الفرنطولة، لان في ناس بتقطعها غلط او بتعملها غلط. في ناس بتروح جايبه القرصه دي 50 او 55، وبعد كده يجيبوا شريط تاني ويبداوا يعلموه ويقطعوه تاني، وبيحصل ان بيحصل فيها مثلا تهدير كتير، وما بيكونش شكلها كويس، يعني ما بيكونش شكلها متناسق. بتلقى حته كبيره وحته صغيره، حته طالعه وحته داخله. فالطريقه دي كويسه جدا لشرح الفرنطولة الدوران. طبعا هو بيقص هنا في حتة وقعت اتكسرت، صاروخ نطش او حاجة زي كده فوقعت اتكسرت، لكن ما فيش مشكلة، بتركب برضو، هتتلزق وبكلة وتركب ويبقى مش هيبان فيها اي كسر. زي ما انتم شايفين اهوت، يعني بدأ برضو يكمل. هو ما شاء الله عليه، يعني احمد من الصناعية الممتازة جدا، من الصناعية اللي هي الكويسة. فده كان الفيديو بتاع النهاردة، يعني يا رب يكون عجبكم. طبعا لو انت لسه بتتفرج علينا لحد دلوقتي، يعني اتمنى انك انت تعمل لنا لايك، ولو انت اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهات الجديدة بإذن الله. وهسيب لكم بعض الروابط المهمة جدا في تركيب المطابخ الرخام والجرانيت في الوصف ان شاء الله. اتمنى انكم انتوا تشوفوها وتعجبكم بإذن الله. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.